سلام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة تاع أفخاذ دجاج بالدغميرة المغربية، أي على الطريقة المغربية. هنا واش نحتاجو بالنسبة للخليط؟ هنا عندنا حبة بصل، عندنا عصير ليمون، عندنا معدنوس، زبدة، توم. بالنسبة للتوابل: راس الحانوت، فلفل الكحل، سكينجبير، والعكري والكركم أكيد، والملح. هادو كامل نحطهم في الروبو أكيد مع الزيت، مع كمية هكا تاع زيت، ونرحيوهم كما راكم تشوفوا. وهنا اذا شفتوا الخليط بزاف ثقيل زيدوا غير شويه ما تكتروش، حنا نحبوا هذا الخليط يجي خاثر. هنا عندي افخذ الدجاج راني حطيناهم هكذا، واللي حبت دير دجاجه كامل عادي، يعني هو الخليط نفسه. هنا ندخلوا هذاك الخليط في الدجاج، ومن بعد نغطيوها ونخلوها في الثلاجه من نصف ساعه الى ساعه. هنا نروحوا لاصوص اللي هي الدغميره. هنا عندنا الزبده وزيت. هنا درت حبه بصل كبيره، ريحتها بصح ما تريحيوهاش رقيقه بزاف، فوالا. والسر تاع الدغميره انكم تحمروا هذاك البصل، وقعدوا خلطوها حتى تتحمر، هذا هو السر تاعها. واكيد الملح. وهنا تقطع لي المقطع التصوير، هنا حطوا راس الحانوت، فوالا. كي تحطوا الماء حطوا شويه راس الحانوت، فوالا هنايا، وتزيدوا قليوها مليح. ومن بعد نحطوا هادوك افخاذ الدجاج، ونحطوا هذاك الخليط، ونمرقوا اكيد بالماء، ونخلوا هذاك الدجاج يطيب خطره على خطره. حركوا هلا. هنايا نحيو الدجاج، هنا بعد ما طاب الدجاج صايي نحيوه باش نحمروه في الكوشه. وهنا هذه الدغميره نخلوها اكوتي، دوك نقول لكم كيفاش. هنا واش درت؟ ذوبت شويه زبده، حطيت هذوك افخاذ الدجاج في البلاطو، ونحطوا افخاذ الدجاج في الفرن حتى يتحمروا. هذه هي الدغميره كما راكم تشوفوا فيها. خلينا بعد ما نحينا هذاك الدجاج خليناها على نار قليله حتى تعقد هذيك لاصوص اللي هي الدغميره. كما راكم تشوفوا خليوها على نار قليله حتى تولي هكذا عاقده. هاهم الافخاذ الدجاج بعد ما دخلناهم للفرن وتحمروا لنا. هنا حطينا الدغميره، شوفوا شحال خاتره وتجيكم بزاف بنينه. وهنا درت ديكور بالزيتون، ومع هذوك افخاذ الدجاج والدغميره. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، نتمنى كذلك انكم تجربوها. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى.